مشاهدينا في فقرتنا دي احنا بنرفع كارت احمر للارتفاع الجنوني في اسعار السيارات، وعن اسباب الارتفاع الجنوني ده بيشرفني في الاستوديو اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة. منور استوديو خطوط حمراء سعادة اللواء. اهلا بيك يا فندم. يعني احنا دردشنا شوية كده بره عن اسباب الارتفاع الجنوني في اسعار السيارات، هل هو منطقي ومبرر؟ في الواقع السبب الرئيسي هو زيادة العملة الحرة قياسا بالجنيه المصري اللي ابتدى فعلا حتى من قبل التعويم. ابتدى ان العملة الحرة يصل الدولار الى 15 و16 و17 جنيه، وكان المستورد بيدفع القيمة دي، وبعدين بيجي بعد كده نقل السيارة من المصنع لغاية ميناء الشحن برضو بتكلفه عملة حرة. نقل السيارة من المينا بتاعت الشحن إلى مينا الوصول برضو بتكلفه عملة حرة. الوكيل الملاحي اللي هو بيتاخد منه الفاتورة الخاصة بوصول السيارات برضو بيدفع له عملة حرة. كل الكلام ده لما احنا نيجي أثر نجمعه بالسلب على ارتفاع قيمة سعر السيارة. ده حقيقة، ده المبدأ الأساسي. وكانت العملة الحرة دي مش بتيجي في يوم وليلة، بتبتدي تتدرج. نقدر نقول من سنة مثلا 2014 2015 كان سعر الدولار لا يزيد بأي حال من الأحوال عن في حدود 7 جنيه ونص 8 جنيه. وصل طبعا إلى 15 و16 و17 جنيه، وهذه التكلفة تعتبر تكلفة باهظة. ليس المستورد أو الوكيل هو السبب في هذا الموضوع. حضرتك كلمتني برضو على ضريبة القيمة المضافة اللي هي بدل ضريبة المبيعات إن هي أثرت بالسلب، وضح لي. القيمة مش كبيرة، اللي هو يعني أثرت بتأثير مش كبير جدا. إن كانت مثلا ضريبة المبيعات 10%؟ لا، كانت من 10 ل 15%. القيمة المضافة في السيارات بقت 13%، وبيبقى في واحد كمان في المية 14% تقريبا. زائد بعد كده برضو تنمية الموارد، زائد نقل السيارات من ميناء الوصول إلى المخازن أو إلى مراكز الخدمة. وبعد كده برضو السيارات دي بتبقى ليها ضمان سنة واثنين وثلاثة وكذا ألف كيلو. الكلام ده كله بيكلف تكلفة عالية، فضلا عن زيادة المرتبات والأجور، زيادة قطع الغيار. العملية مش عملية إن حد عاوز إن هو يرفع السيارات. حضرتك قلت لي ان الوكلاء والموزعين ان هم مظلومين ومضطرين لعمليه الارتفاع ده، وضح لي. يعني يمكن انا كنت لمحت لحضرتك بالنظام المحاسبي الموحد. ايوه. النظام المحاسبي الموحد ان التاجر دون او المستورد او الوكيل بدأ بكام عربيه، سي مثلا 200 عربيه 300 عربيه، هو في نهايه السنه عاوز يعرف، عاوز يرجع ال 200 عربيه دول الى ما كانوا 200 عربيه. طيب إذا كانت السيارة دي حتى كانت متكلفة عليه سي 100,000 وأصبح التكلفة النهاردة تتكلف 200,000، هيطالب العميل اللي هو جاي يشتري السيارة، هو مش هيدفع له من جيبه، هو عاوز السيارة اللي بقى تيجي مكانها السيارة. وإلا اللي بدأ ب 200,000 يبقى تاني مرة يبقوا 100، تالت مرة يبقوا 50، بعد كده يحصل له إفلاس. فاتهام التجار أو الموزعين أو الوكلاء بأن هم بيبالغوا في سعر السيارة دي، أنا آسف إن أقول هذا الكلام كلام غير سليم. بعض الناس اللي عايزة تشتري عربيات اليومين دول متوقفة وبتقول أنا هستنى عشان سعر العربيات هينزل، مش هيبقى بالسعر الجنوني ده. فعلا سعر العربيات هينزل؟ يعني أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة. اتفضل. الإجراءات التي اتخذت من القاهرة أو اللي اتخذت من الدولة يعني قرار سليم، وأنا بعتبر إن هو اتأخر. تعويم الجنيه والوضع اللي حصل ده انا متعشم انه هيبقى افضل وهيؤدي الى استقرار، لان احنا المشكله عندنا مشكله اب او داون، فوق وتحت، ارتفاع وانخفاض. طبعا في تذبذب، دي حاجه. وبعدين حضرتك لما بيبقى حضرتك الكلام دون بيجي مثلا كان الجمرك يحاسبوا على ان سي الدولار قال 8 جنيه 89 قرش، هو بيحاسبوا على 8 جنيه 89 قرش. والنهارده بناء على هذا الكلام يبقى القيمه اللي بتتعمل في الجمرك بتبقى 40% من هذه القيمه، على انه فعلا ب 8 جنيه و89 قرش او ب 9 جنيه، في حين الحقيقه بتقول ان دون
حضرتك ب 15 او 16 او 17 جنيه. ايوه. طب ازاي تتعمل الحسابات دي؟ طب ازاي تواجه الضرايب؟ تقدم لها ايه؟ هو يبقى دافع مثلا 100,000، يقولوا لا ده الفواتير بتقول انهم 80. ف هيعمل ايه؟ لا لازم هيقول والله لا دي التكلفه الفعليه كذا، او يبتدي يقول انا هنتظر لما الدوله تستقر على السعر ونعرف ان السعر ده ثبت على كده ونقدر نشتغل عليه. انا شايف في بادره طيبه ان الدوله النهارده لما عومت الجنيه وابتدت ان هي حضرتك فعلا تحافظ على القيمه، دخلنا بقى في الجمارك. الجمارك بقى زادت اكتر، بدل ما كان بيحاسبوا على 9 جنيه اصبح بيحاسبوا على الواقع. النهارده الدولار الجمركي بقى حضرتك 16 و17 جنيه، يعني هو برضو زادت اكتر. وبناء عليه برضو بيجي بعد كده القيمة المضافة بناء على قيمة السيارة، شحن السيارة، الجمرك، وبعدين القيمة المضافة تاخد على هذا الكلام، وبعدين رسم التنمية تاخد على كل الكلام دوت. لا، لا هو الوكيل ولا هو المستورد ولا هو حضرتك الموزع. فلازم نقول الحقيقة ومحدش يتكسف. لازم حتى الدولة تقول ايوه الدولار دون لما عمل كده فعلا اتكلفت سعر السيارة كتير، واحنا بنمر بمرحلة وان شاء الله بالاجراءات اللي احنا ابتدينا ناخدها الموقف هيتحسن. لكن لازم لا يتهم حد وهو يعلم تماما الحقيقة بتقول ايه. لازم نتكلم بصراحة مع بعض. هو في صعوبة ان احنا نرجع نصنع عربية مصرية وتحمل صنع في مصر؟ ده موضوع انا احترمه جدا، ولكن لكي نصنع سيارة، هو النهارده بتتجمع السيارات على ان يتم نسبة من التصنيع بتساوي على الاقل من 40 ل 45%. انا بقول الكلام ده يعني كلام مفروض تطويره، وده لن يتطور ولن نصنع سيارات بالمعنى المفهوم الا اذا في حاجة اسمها الصناعات المغذية. والصناعات المغذية دي اللي بتشمل كل الأجزاء بتاعت السيارات. كل مكان الصناعات المغذية حضرتك كترت، وقطع الغيار والمكونات بتاعت السيارة بتتعمل كتير منها، كل احنا ما وصلنا إلى موقف كويس. وبعدين حضرتك لازم يتحط في الاعتبار التكلفة بالنسبة لتصنيع سيارات ليس بالمبلغ القليل، لا دي مبالغ كبيرة جدا. ولكن في جميع دول العالم، مش عاوز اقول يعني ارقى مستويات السيارات في العالم بيصنع حضرتك في دول اخرى الصناعات المغذيه. أيوة. بس بتبقى طبقا لمواصفات هو عارفها، مواصفات حقيقيه، مواصفات سليمه 100%. فاحنا لازم نهتم بالصناعات المغذيه. ان لم يكن هناك صناعات مغذيه هتتم، هنبقى كده كلام مش مظبوط. الجزئيه الثانيه اللي الناس مش فاهماها ودايما يرددوها، عاوزين سيارة مصرية. ايوه عاوزين سيارة مصرية، صح. كم سيارة مصرية في السنة هنعملها؟ اي نوع من انواع السيارات، هل السيارة الصغيرة، السيارة المتوسطة، السيارة الكبيرة، السيارة النقل، السيارة الميكروباص، السيارة الاتوبيس، الواقع بيقول لا. ايه؟ لا نتكلم الكلام. سيارة مصرية ايه؟ طب السيارة المصرية احنا عاوزين نصنع سيارات، يبقى لابد ان احنا نفكر الناس اللي صنعت سيارات مش بتصنع عشان يبقى البلد بس، لا دي عاملاها على انها بتصنع وتعمل اكتفاء ذاتي عندها وتصدر للدول التانية. فلازم نحط الكلام ده في الاعتبار، والا لما نيجي نعمل مصانع بمليارات الدولارات وبعدين في نفس الوقت نبص نلاقي عشان نعمل 200 300 الف سيارة في السنة، ده يبقى ضياع. ما ينفعش الكلام ده. ده الناس دي بتعمل مثلا ملايين السيارات، 2 مليون سيارة في السنة، 3 مليون سيارة في السنة، وبتدي. ومش عاوز اقول برضو يعني المغرب حضرتك بتجمع سيارات وبتطلعها بصورة جميلة جدا، وموجود في مصر كتير حاجات تقفيل مغربي فعلا. فاحنا لازم نعيش الواقع، لازم نعيش الواقع. واحنا دولة حضرتك بنصنع سيارات او بنجمع سيارات من مدة كبيرة. فالمفروض اهتموا بالصناعات المغذية وادوا الفرصة، وبعدين العمالة لابد انها تصل الى مستوى راقي، والتدريب الفني لازم ان احنا نعلو بيه عشان نقول ان احنا وصلنا الى مستوى. لكن كده احنا محلك سر، احنا بس بننتقد كويس قوي، لكن التفعيل الفعلي الحقيقي ما بيتمش.
ايه المعوقات اللي بتمنع وجود الصناعات المغذيه وان هي تكون ناجحه؟ ايه اهم المعوقات؟ الصناعات المغذيه زيها زي تصنيع السياره بالكامل. كل واحد بيبقى واخد جزئيه معينه، ده بيعمل مثلا البطاريه، ده بيعمل الفرش، ده بيعمل الصاج، ده بيعمل كذا. العمليه عمليه معقده جدا. تبص تلاقي مثلا السياره فيها مش اقل باي حال من الاحوال من 200,000 جزء. عمليه كبيره. فعمر المصنع ما هيعمل كل حاجه. ايوه. فلازم مصانع اخرى بتمده بالصناعات المغذيه اللي هي المكمله لتكوين السياره. ايه اللي يمنع في مصر هنا وجود الصناعات المغذيه وتبقى بشكل ناجح وكبير ونقدر نصدر لبره؟ نسبتها بتتعمل في صناعات مغذيه موجوده في مصر، لكن انا شايف ان النسبه نسبه قليله. ليه مش متوسعين فيها؟ عشان ما فيش صناعات حقيقيه موجوده. هي عشان انا محتاجة لما اقول انا قرار بجمع، من احنا الدولة بنجمع سيارات، ما بالاهتمام بنصنع بيها. سيارات. اللي يقول لحضرتك ان احنا بنصنع سيارات هنا يبقى ده، انا اسف ان حد اقول ان هو بيحلم، حد لا بيحلم، لا، حد ده تجميع. ده تجميع. في فرق بين تجميع سياره انه بيجيب اجزاء معظمها من بره وبيكمل شويه اجزاء، لا ده الازاز، لا ده الفرش، لا ده الكاوتش، لا ده كلام بسيط. لا، تصنيع يعني تصنيع زي دول العالم. النهارده لما نبص للصين، انا كنت في الصين سنه 87، كنت شايفهم عايشين في اكشاك صاج مصديه. أيوة. وانا حضرتك بعد كده شفت الناس دي عايشه في مباني وفي مساكن احسن من مستوى مثلا فرانكفورت. حاجه لا يمكن تتخيليها. كلمة السر في العمل ولا في ايه؟ طبعا العمل مهم. العمل ثم العمل ثم العمل. لابد ان احنا نعمل، ولابد ان احنا نرتقي بالصناعه، ولابد ان احنا يبقى عندنا. وللاسف الشديد اتعملت في خلال عصر يعني حسني مبارك في حاجه اسمها مدارس مبارك كول. ايوه، دي هي بين تجربة ألمانية مصرية وبين مصر. وهذه يعني هذه المدارس اولا مدارس جميله جدا جدا، واتعملت معظمها في المدن الصناعيه زي السادات وزي 6 اكتوبر وزي يعني كده. فبياخدوا الاولاد من هم مخلصين الاعدادي وبيبتدوا ياخدوهم، كانوا بياخدوهم عشان يدربوهم. طب بيتدربوا فين؟ جزء في المدرسه وجزء في المصانع. والمصانع بتديهم بوكيت ماني عشان يجوا ويروحوا، واخده بال حضرتك؟ وفي النهايه الاولاد لما بيخلصوا الدراسه بتاعتهم وبيصلوا الى مجموع كبير بيدخلوا كليه الهندسه على طول. هو ده الكلام اللي هو اتعمل مع مبارك كل، اتعمل مع الالمان في سنه 62 61 62 ووقف. ليه يا جماعه؟ احنا عاوزين لما نبدا يعني النجاح هو من يبدا حضرتك العمل ينهيه، يوصل لاخره. ما نجيش احنا نتعثر. عندنا شركات كتيره موجوده كانت مش قادرين. عندنا ليه شركه نصر تقف؟ مش قادرين تشغلوها. الدول الانتاج الحربي الانتاج الحربي عنده القدره ان هو يعمل الكلام ده، وانا بقى انادي بهذا الكلام وقلته قبل كده. ادوها لناس تقدر ان هي تأدي العمل مظبوط كده. هنبتدي بقى. احنا عاوزين عربيه. طب اي نوع من العربيه؟ اي نوع؟ صغيره، كبيره، غاليه، رخيصه؟ ما اعرفش يعني. ولذلك الكلام كتير لكن الواقع مش مختلف تماما. طب من ارض الواقع سعاده اللواء، انا حابه حضرتك تقول كلمه اخيره لكل واحد ناوي يشتري عربيه. يشتري، يستنى، يعمل ايه، يفكر ازاي؟ يعني حضرتك خير من يحدثنا في ذلك. الله يخليكي. انا حضرتك متفائل ان ما تم اتخاذه من الدوله ومن حضرتك محافظ البنك المركزي بان هو حضرتك عوم الجنيه، فتح لنا اكتر من باب. هنيجي في يوم من الايام انا بقول والدولار فعلا هينزل سعره، بس مش هنقول هيرجع ب7 جنيه و8 جنيه. لا، اللي بيقول كده يبقى انا اسف ان اقول له لا، انت مش عايش الواقع. لكن ممكن ينزل، وفي الحاله دي طبعا السيارات هترخص والجمرك عليها هيقل والقيمه المضافه هتقل ورسم التنميه هيقل. دي حاجه مهمه جدا. في نفس الوقت برضو مستوى المعيشه عالي جدا. وبعدين العمال، العامل اللي كان بياخد حضرتك 2000 جنيه في الشهر النهارده ما يقدرش يعيش بال 2000 جنيه. ده حقيقي. عمليه صعبه. مع زياده حاجات كتيره جدا زادت اسعارها، والدوله بتحاول والقوات المسلحه بتحاول تساعد بطريقه وطريقتين وثلاثه، لكن احنا بنعاني فعلا في معاناه.
طب احنا لازم نستحمل، لان جميع الدول اللي تقدمت حضرتك استحملت الفتره اللي هي بعد، يعني بعد ما بتقوم ثورات لازم بنقدر نستحمل اللي شويه. هو اقتصاد الحرب. اذا اسعار العربيات في طريقها ان هي تنزل، بس مش زي ما احنا متخيلين، ولكنها هتنزل وهتقل بنسبة. شويه بنسبه. فاللي عايز يشتري يصبر شويه، واحنا في اقتصاد حرب لازم نستحمل ونعدي المرحله دي. دي كلمات ضيفي الكريم اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة. شاكرة وجودك الكريم في استوديو خطوط حمراء. شكر جدا جدا. أهلا بيك. مشاهدينا، الخطوط الحمراء هي كلمات موجودة في كل نظام وفي أي مكان، وما دام الإنسان ما اقتربش الخطوط الحمراء فهو أمن العقاب. بشكركم على حسن المتابعة، والأسبوع الجاي هيتجدد اللقاء بيكم وحلقة جديدة من خطوط حمراء. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه. كده وردة لها شوق وعليها ندى واتنين تانيين. مش معقول يا نهى اللي انت بتعمليه ده، ساعة بتعملي مكياج. لسه بدري يا رايقة، الهدوء والسكينة اللي انت فيهم دول. اتفضلي يا هانم، الأستاذ زوجك القمندان المبجل عبد الشكور بيه بقاله ساعة بره، وأنا ومامتك زهقنا خلاص. اتفضلي بقى تخرجي صالحيه عشان تمشوا من هنا. انا بصالحش حد يا ماما. يعني احنا مش هنختلف، مش مهم، انت تصالحيه هو يصالحك، المهم ان انتوا تزقوا عجلكم. ايه ده، انت زهقتي مني ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، انا زهقت منه هو. بصراحة انا مش فاهمة انت هترجعي له ازاي. ربنا يكون في عونك ويقوي ايمانك. حبيبتي لما تبقي تعرفي تتجوزي نص تبقي اتكلمي. لا لا لا، نصه ده ايه؟ هو بالحجم ده مش هطول حتى ربعه. ربنا يديله الصحة. اهي جت اهي. ازيك يا عبد؟ أخيرا ظهر القمر. إن جيتي للحق أنا ضايع من غيرك، لا العيشة ليها طعم ولا الأكل ولا الشرب بعيد عنك. متشكرة قوي يا عبد. نهنوها، أنا مش عايزك تكوني زعلانة مني. اطلبي مني أي